اهلا بيكم في جولة جديدة في الوكالة. ولما نيجي نتكلم عن الوكالة فاحنا بنتكلم عن اشهر سوق موجود في القاهرة بيبيعوا فيه الهدوم المستعملة والغير مستعملة والهدوم اللي فيها عيوب بسيطة في الصناعة. بتقع الوكالة بين حي بولاق ابو العلا الشعبي والزمالك احد احياء القاهرة. فتعالى بقى اقول لكم ازاي انا رحت. انا بالنسبة لي اسهل طريقة مواصلات هي المترو، فتعالى اقول لكم انا ركبت محطة جمال عبد الناصر، واول ما طلعت كده مشيت على ايدي اليمين مشيت حوالي 5 دقايق لحد ما وصلت عند صيدلية الاسعاف. عديت الطريق ومن هنا بدأت الاستندات بتاعت اللبس تظهر. طول ما انتوا ماشيين بقى هتلاقوا استندات على ايدكم اليمين وايدكم الشمال. هي الوكالة كلها عبارة عن استندات، طبعا في محلات بس في الاغلب الاستندات هي اللي بتبقى موجود. فكرة الهدوم دي ايه بقى؟ انها بتكون سعرها اقل من اللبس الموجود في المحلات، وطبعا بيبقى اغلب اللبس الموجود هناك بيبقى براندات. هتلاقي ديفاكتو وشي ان وكل البراندات الموجودة اللي احنا كلنا عارفينها دي هتلاقوها في الوكالة عادي، بس الفرق ان دي بيبقى اسعارها اقل. وفي ساعات بنلاقي القطعة بتبقى جديدة بورقتها عادي، وفي ساعات بنلاقي اللبس مستعمل بيبقى في ساعات استعمال خفيف، وطبعا بيبقى فيه لبس فيه عيوب. عايزة اقول لكم كمان الاسعار، اغلب الاسعار هتشوفوها دلوقتي في الفيديو وانا مبينه لكم ده في الفيديو. الستاند والسعر بيبقى مكتوب فيه. اقل سعر لقيته في المكان هناك هو 35 جنيه، وطبعا اغلى من كده. الفيديوهات بقى بتاعت انا اشتريت بلوزه ب5 جنيه و10 جنيه والكلام ده حاليا ما بقاش موجود في الوكاله. يعني الوكاله ما بقاش فيها الاسعار دي زي زمان. اقل سعر ممكن تلاقوه في الوكاله دلوقتي هو 35 جنيه. بالنسبه بقى للاستندات دي هتلاقوا عليها في طبعا استندات بيبقى فيها هدوم انتوا ما تتوقعوش انكم ممكن تطلعوا منه قطع مميزه، لكن لما تقلبوا وتشوفوا كده هتحسوا ان في قطعه ينفع تمشي معاكم او الستايل بتاعكم. فلما بتقلبوا كده بتطلع قطع حلوه. كان في البليزر ده كانت الايد بتاعته غريبه شويه بالنسبه لي، وكان ب45 جنيه تقريبا. عايزه اقول لكم ان انتوا بتشتروا من هناك متاح ليكم انكم تقيسوا، لان طبعا لو اشتريتوا اللبس ما ينفعش ترجعوه من هناك، لان دي بتبقى استندات واقفه، واكيد الناس اللي بتبيع مش هتفتكر مين اللي اشترى او مين ما اشتراش. وانتوا واقفين كده بتشوفوا اللبس الموجود هناك عادي، اقفوا كده وحد يصوركوا او لو معاكوا حد يعني ممكن تاخدوا رأي في اللبس اللي انتوا بتقيسوه. كمان كل الاستندات دي هتلاقوا عليها بقى بنطلونات، تيشرتات، دريسات، كل الحاجات اللي انتوا متوقعينها هتلاقوها هناك. في طبعا ناس بتقعد تقول انزلوا يوم الجمعة هتلاقوا شغل مميز، وانزلوا يوم الحد، في ناس بتقول يوم الثلاث. عايزة اقول لكم ان كل مرة بتروحوا فيها الوكالة فانتوا تقريبا بتكتشفوا مكان او ستاند معين بتشتروا منه. يعني مش كل مرة بيصادف ان المكان اللي انتوا تشتروا منه في كل مرة تنزلوا نفس المكان هتلاقوا القطع المميزة او الحاجات اللي انتوا عايزينها في نفس المكان. عارفين كده لما تكونوا بتتعاملوا مثلا مع محل وكل مره بتروحوا تشتروا منه وصادف انكم مره مثلا رحتوا وما لقيتوش الحاجه اللي انتوا عايزينها، هي برضو الوكاله كده. شايفين كمان وانتوا بتشتروا اللبس قلبوا فيه حلو زي ما انتوا شايفين قدامكم كده كان فيه قطع، وده طبيعي وده عادي جدا موجود في الاستندات. في ناس بقى بتاخد الحاجات دي وتستخدمها في حاجات تانية، او كل الحاجات دي موجودة في الوكالة. ولو انتوا بالكم طويل تقدروا بقى تلفوا الوكالة كلها. عايزه اقول لكم ان المكان ما كانش كده، يعني المكان ده كان بيبقى زحمه جدا، وهحط لكم صور. في اوقات لما بتنزلوا فيها حرفيا الوكاله ما بتعرفوش تمشوا نهائي، بتبقى زحمه جدا، وفي اوقات بتبقى رايقه. وده في الاغلب كنت بصور الصبح فما كانش فيه ناس كتير وكان الجو حر اصلا. شايفين بقى الستاند ده كله كان القطع بورقها زي ما انتم شايفين كده. دي بقى كانت جوله النهارده في الوكاله، فيا رب تكونوا استمتعتوا واستفدتوا. لو انتوا كمان بتروحوا الوكاله وبتشتروا منها فقولوا لي ايه رايكم في الوكاله، وهل هي فعلا تستحق ان الناس تروحها ولا لا.